النهارده في مسابقه مستر حورس لطلاب ثالثه اعدادي. عايزين نقول للاستاذ ان هو يعرف يعلمنا حتى لو هو مش موجود، بنعمل اللي هو عودنا عليه ومفيش كلمه عن كده اسمها ما فيهاش ده. بنقول للاستاذ احمد شكرا ان احنا برضه قدنا اللي هو بيعمله حتى في غيابه. بس مستر حورس مستر احمد كده. شكرا لحضرتك يا مستر، احنا طلابك اكيد هنسد مكانك. كده الاقي بقت صفر. لا لو هو نص 5 ونص 2 ونص. ابتدي. ابدا. منال فرق 3-1. فرق متساوي. فزت خلاص. تعالى اتفضل. ما هو حفظ خلاص. استاذ كده. النهارده في مسابقه مستر حورس لطلاب ثالثه اعدادي. اول طالبه معانا منال ايهاب، وثاني طالبه معانا الاء ياسر. وعايزين نقول للمستر ان هو يعرف يعلم حتى لو هو مش موجود. عايزين نقول للاستاذ ان هو يعرف يعلمنا حتى لو هو مش موجود، بنعمل اللي هو عودنا عليه ومفيش كلمه عن كده اسمها ما فيهاش ده. في مسابقه النهارده مسابقه جغرافيا على اول واحد، وهنبتدي مفيش شروط للمسابقه. ومعانا اول سؤال بيقول الراي البدايه في شبه الجزيره العربيه وبلاد الشام وبلاد اسيا. ابتدي. انت تكون بلد تدخل الكل ووسط اسيا انشرت كده 1-0 لصالح منال. وتاني سؤال معانا يعد اقليم شمال الولايات المتحده الصناعي اكبر اقليم صناعي في العالم. ابتدي. لا لما المراكز الصناعيه انت ايه كميه القيمه الاقتصاديه المحدوده للابقار في الهند. رجعت تاني لنقطه البدايه وانت نزلت على نقطه البدايه. علاقه بين الراي البدايه وانتشار التعليم بين القبائل وسط اسيا. ابتدي. انتشار التعليم ادى الى قله العلم الزراعي البدائي في وسط اسيا بسبب انتقالهم للتعليم وتقدمهم للزراعه. كده الاقي بقت صفر. ومدرسه صفر. بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. ابتدي. او يلا مصر والولايات المتحده الامريكيه ومنها الحاجات الجبال الحمراء واللي هي بتاعت الكيس. كده 1-0. على سطح العباره على الخصائص الزراعيه والتجاريه والعلميه. ليه هي دللي لي ان هي زراعه واسعه. كله ده لا انا هقول لك الخصائص الزراعيه والتجاريه والعلميه. انا هقول ابتدي. هيتم زراعه الجرار الاماميه فيها زراعه واسعه واستخدام احدث الاساليب التكنولوجيه الحديثه واللي هي التعامل مع لزياده الانتاج الزراعي واسمه ده في واحده كمان اللي هي بس هم 3. كده النتيجه بقت 1-1 بالتعليم. انت قلت لي كده. ماذا يحدث؟ انتجت مصر الكهرباء من الامواج وحركه المد والجو. ابتدي. لو قالت مثل من التلوث كده التلوث تنتج تكوين كافي وبعدين نستفاد من الفرق. كده صحيح. كده 2-1 لصالح منال. ما النتائج المترتبه على كثافه الغابات والظروف المناخيه القاسيه في دلتا نهر النيجر بدوله نيجيريا؟ ما النتائج المترتبه على زياده الطلب على البترول وتعديل استخداماته؟ ابتدي. ادى الى اصبح غير متوفر ادى الى يعني ان هو بقى خلص. لا يا جماعه انت مش انت قلت ارتفاع اسعار البترول؟ لا يا ادى الى زياده الطلب على البترول وتعديل استخداماته. ليه زاد لمن ذلك ارتفاع اسعار البترول ادى الى ان هو بقى خلاص كده لا مش هتفسر. ادى الى اسعار البترول. ما النتائج المترتبه على تحريم الديانه النسيه في الهند اخذت من الاطفال؟ ابتدي. انا من الافكار في الهند حوالي 22 مليون راس ومنتشره الحكومه التجاره. تكون الكسبانه معانا في المسابقه منال بفرق 3-1. فرق متساوي. بنقول للاستاذ احمد شكرا ان احنا برضه قدنا اللي هو بيعمله حتى في غيابه. بس شكرا. انا رحيم. النهارده في منافسه بنشاهد منوف في مسابقه مستر حورس مستر احمد كده. نشكره طبعا ونبدا بمسابقه السؤال الاول. أهمية المنطقة التربوية ما تفصل. علي صوت. دعم الزراعة التجارية والعلمية ونظام الزراعة المصري ما تفصل. سالب واحد. سالب واحد. هو السؤال الاول مش هيعدي. سالب واحد. سالب 1 و0. لا 0 يا جماعه. أهمية استيراد الحيتان ما تفصل. لسه انا مجاز عارف ما تفصل. ما تفصل. دوكا برين ثروات حيوانيه ضخمه هيسيبوا جنبها بسبب وجود المراعي. بسبب وجود المراعي ووجود الابقار والاغنام. سالب 1. ما العلاقة بين الألمنيوم والطاقة الكهربائية؟ ما العلاقة بين الألمنيوم والطاقة الكهربائية؟ بنات. هيسلم اللي هو سيبرا. هيسلم يا
حطي كوبايه عشان انام. الالومنيوم لتوليد طاقه كهربيه. بس هتنقص مش هتعرف والله. عارفاه؟ ما تبقاش عارفه الاسئله وحاسبتها. يلا قولي يا بنتي. ما العلاقه بين الالومنيوم والطاقه الكهربائيه؟ هو سؤال ما العلاقه بين محاولة المياه الساحليه وسائل الاسماك؟ هيسألوا عن المياه الساحلية من البحور الطبيعية اللي أدت إلى انتشار الأسود. كم واكتب. انت فايزه برضه يا شهد. لما تفحص التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقه. لما تفحص التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقه. بسبب تعمل استخداماته؟ كمالي هي صح كده؟ كمالي انا مش هقول صح ولا غلط. طب قول تاني. لما تفحص التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لأن أصل الماء قلت مثلا مرخصة. السؤال ده لازم تقول كله بقى. ما العلاقه بين مصر والهند؟ ابدا. أنا بس أنا قلت بتستخدم نفس الموضوع اللي يخاف بين البلدين هتصدر المصرية الهند القطن والفوسفات والأسمدة الخام والمصنعة والبنود وتستورد مصر من الهند اللي هي التوابل والشاي والسمسم والوسائل النقل في حاجة واحدة. مش وسائل مش وسائل عربية هو لسه بس. فاضل سؤال صح؟ هو كام نتيجة؟ 1-1 واحد بقى. 2-1 سؤال سهل كمان نتائج مترتبة على ليه؟ صغر مساحة الحقول الزراعية في نطاق الزراعة صغر مساحة الحقول الزراعية في نطاق الزراعة صغر مساحة الحقول الزراعية في نطاق الزراعة. هي حوالي كده. ابدأ. دلل على مساحة الحقول. تنوع الصناعات في الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال ده تنوع اتسأل الصناعات في الولايات المتحدة الأمريكية. تنوع الصناعات في الولايات المتحدة الأمريكية. ابدأ. كانت أول مكونات صناعة بها اللي هي صناعة الوسائل الألمنيوم وصناعة اللي هي التكنولوجيا الحديثة صناعة الأسلحة وصناعة الطائرات هو أولا بيقول لك ده وصناعة تنوع الصناعات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو في مكونات صناعة جو السفن وصناعة سفن الصناعة اللي هي السفن الصناعية الفضائية وصناعة الوسائل الأمنية وصناعة الطائرات وصناعة اللي هي التكنولوجيا الحديثة. توطن صناعة الألمنيوم في الدول المتقدمة. توطن صناعة الألمنيوم في الدول المتقدمة أو تصدر الدول النامية كانت بتسيطر الأسواق المتقدمة. بما تفسر. مش هقول تاني توطن صناعة الألمنيوم في الدول المتقدمة. بسبب وجود مكونات الصناعة في الدول المتقدمة اللي هي خبرات علمية وفنية خبرات علمية وفنية صح؟ وتوليد الطاقة وتنوع الإنتاج الطاقة إيه؟ لا تنوع الإنتاج وعدم وجودها في الدول النامية المنتجة للمصانع. لسه في حاجتين. اديهم كذا. ده بيصح. أيوه لسه في حاجتين. توفر مكونات الصناعة في الدول المتقدمة خبرة فنية وعلمية وتنوع إنتاج السجن. أنا عمال أشوف لها أي غلطة مش لاقي. بما تفسر توافر مناطق زراعية عديدة في دول أوروبا. يتكامل في جميع فئة الجوانب التجارية يعني الصناعية والاقتصادية بس الصناعية والتجارية وتدعيمها بهيئة أمم. الفائز أربعة ونص على 2. فزت وخلاص. شكرا أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مسابقة فرص الطالبة نور والطالب أحمد. مسابقة تكون 5 أسئلة وهنبتدي بأول سؤال. تنتشر مصايد الأسماك على سواحل القارات. ابدأ. ده من المنظمات الطبيعية والبشرية. بس اذكر لي بقى اللي هي الأماكن اللي هي غرب أوروبا. ماشي. غرب أوروبا الجنوبية الشمالية والجنوبية. وصحراء أفريقيا برضه. ماشي. دل على ساحة الغرب والفحم أهمية كبيرة منذ القرن ال18 وحتى الوقت الحالي. ابدأ. في أواخر القرن ال18 استخدم كانت الثورة الصناعية، أما في الوقت الحالي استخدم في الصناعات مثل صناعة الشرب. دلوقتي نسب من صفر وهنبدأ بالسؤال الثالث. ما النتائج المترتبة على تمتع نيجيريا بساحل طويل على خليج غينيا؟ ابدأ. أدى إلى زيادة الأسماك تنمية الأسماك بها و صح تنوع الإنتاج كبير من الأسماك. نيجيريا موجودة. ماشي. النتيجة 2-1 وهنبدأ بالسؤال الرابع. ما زالت إذا اتبعت مصر نظام الزراعة الواسعة في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء؟
هنعيد السؤال تاني. ما النتائج المترتبة على اتساع السهول الوسطى وامتدادها من الشمال للجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما النتائج المترتبة على اتساع السهول الوسطى وامتدادها من الشمال للجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أدى ذلك إلى زيادة إنتاج الأسماك بها اللي هي في طول وسط كاليفورنيا وبالواد الأوسط. ما كان تاني سؤال اتساع السهول الوسطى وامتدادها من الشمال للجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية. ده مش صعب تتعبوا ده انتوا اللي انتوا كده بتعبوا. السيفن السهول الوسطى اللي هي كاليفورنيا. لا مش كاليفورنيا يا النتائج. اخويا، هو عارفها، انت عارفها عشان هو السؤال هيمشي من دماغك. لغينا السؤال اللي فات وهنجيب السؤال لسه الرابع تاني. تركز المناطق الصناعية والمدن الكبرى على الساحل الغربي للولايات المتحدة ما النتائج المترتبة عليه؟ أو سؤال تاني؟ ما النتائج المترتبة على تركز المناطق الصناعية والمدن الكبرى على الساحل الغربي للولايات المتحدة؟ حاولي تتكلمي. في مناطق صناعة كبرى ومدن كبيرة مثلا في المناطق. ثلاثة واحد. ما تفسر بعد الولايات المتحدة الأمريكية القوى الصناعية الأولى في العالم وأولى الدول الصناعية السبعة. عايزة بقى كل دي، عايزاكم تظبطوا لي السؤال ده. قولي لي ازاي؟ سيبني هجيبهم كلهم، هجيبهم كله. لا معلش هو اللي خدها. لما ما جبتوش هيتخسر. لا مش هيتخسر. لا هيتخسر. يلا بس هاخد أرض زراعية و صناعة صناعة بقى طب وليها صناعة بالراحة بس شوية كده. كده ما فيش عينين اخد كل ده جوه. الاخر نزل لي 7. قول يا أول كلام صناعة ده يوجد العديد بقى من صناعة الحديد وصناعة الألمنيوم وصناعة السيارات. صناعة وتدخل في صناعة الأقمار الفضائية. صناعية. يعني صناعة برضه الأداة الأولى في هذه الصناعة نستخدم صناعة الإلكترونيات والإلكترونيات الكهربائية. السبعة مش في كمان. الإلكترونيات الكهربائية حسب دولة الإنتاج العام. كده الفايز أحمد بفرق 4-1. 4-0. 4-1. 6-1. لا الفايز أحمد. شكرا لحضرتك يا مستر، احنا طلابك اكيد هنسيبنا مكانك. النهارده مسابقة هتسمعها بين أحمد ومنال المسابقة الفاينل، وهنبدأ المسابقة من 5 أسئلة ودي مسابقة مستر حراس أحمد حجاب. وهنبدأ بأول سؤال نقول السؤال الأول. تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوى الصناعية الأولى في العالم. دلس. نبدأ بالسؤال الأول. تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوى الصناعية الأولى في العالم. عايز تفهم. ابدأ. أول حاجة كانت 18 مدينة أنت عايز تفرح. ماشي بقى. ده بس سؤال أولي دي. لا هو إيه اللي غلط؟ المفروض اللي في المسابقة. هتقول ايه بس استنى. بعد كام صناعة في أول 2018 وبداية القرن العشرين هتبقى عند الدول الصناعية الأولى في الدول شوف إيه ما فيش هنا أصلا. عارفة يا عم. ده جه عميد الفرح. حكم ظالم. لا معلش المستر قال لي ولا حاجة. المستر قال لي قولها عادي. لا كملي. هو قال حتة. كملي. ده باينة في 67. مصر فيلم ولا ثلاثة بدون حتة. لوكايا أسجاري كانت موجودة في الماضي بس أنا كانت تحت الأرض. كان ما فيها إيه؟ هي 1-0. لا ما ينفعش معلش ما ينفعش. أنا قايلة في الكتاب وقايلة حتة من في الموضوع كده. يعني المفروض آخد واحدة ونص. خلاص شيء واحد ما تزعلش عليا. كده 1-0 للمجال. السؤال الأول. بما تفسر العدوان الإسرائيلي 5 يونيو 67 واللي مش جاهز للإجابة اللي في المذكرة. لا يا ريت ما ياخدش الكوباية. لا مش حاجة اسمها لا عارفة عشان بتظلموا في كده. العدوان الإسرائيلي في 5 يونيو 1967 بما تفسر. اللي أنا سألت امبارح بتختم الورق ده. الرئيس طلع جول مصر وقامت بيه دخول الدول العربية في حرب غير مستعدة لها، فقامت مصر بمساعدة سوريا في الدفاع المشترك. الرئيس العام كان حصار سوريا فرض على إسرائيل وإرسال الجيش المصري إلى منطقة شبه منظمة الدول الدولية بتنسحب. وأنا بس. طب يا ستي يلا. ما النتائج المترتبة على توافر مقومات الصناعة في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما النتائج المترتبة على توافر مقومات الصناعة في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية؟ جعلنا نقبل التلميذ الحديثة في دولة أمريكا. كده أنا عارفة بس هو بيجي ده من إيدي. السؤال الثالث. فوز 2-1. أنا عارفة على فكرة. اثبت صحة العبارة الآتية.
احداث حرب اكتوبر في الجبهه المصريه والجبهه السوريه. هي مكتوبه السؤال. وبيعمل كده ليه؟ يلا جاز لي السؤال. احداث حرب اكتوبر في الجبهه المصريه والجبهه السوريه. ابدا. الجبهه الجبهة المصريه المصرية بدأت تحارب سلاح طيران فاحتكر الجيش المصري العديد من الانتصارات. اثنين انت اسالك اسئله ضمنيه. هناك الجيش المصري دخول الجيش المصري الى الضفه الشرقيه لقناه السويس وعبور التدبير. لا لسه في حاجه تم تدبير خط الريف ماشي برضه دي قبلها في الجبهه برضه بدا الحرب برضه عندما بدا المصريين بالحرب. انا هاخد بالي الاثنين ماشي يعني مش دعوه. وبرضه دخل سلاح الطيران الاسرائيلي داخل سوريا وتفوق السلاح السوري. كام كده 3-1 لا. ده كسبت. لا يا بابا لا لسه اخر سؤال. ايه اخر سؤال ده لسه؟ ايوه اخر. الدول المنتجه تحت الرياح 5 عايزاهم الخمسه. مش فاهم ان هم 3 و2 ماشي ماشي قول الثلاثه مثلا قول الثلاثه. قولي ده. ابدا. اه ماليش دعوه. الدول العربيه مصر كلام ده المغرب. ماليش دعوه. الكامل. انا ماليش دعوه. لا بس ماشي بريطانيا ماشي. الولايات المتحده. ماشي فاضل واحده. لو عليك هتاخد نص وانت نص. لا بقى فرنسا. يلا فاضل 3 عربي. ولا انا قلت لهم مصر ولا المغرب. كده 4-1. نيويورك اهميتها ايه وبتقع فين؟ بدأ محترم. غلط. ايوه دول بس خلاص كده فين؟ كام ده يا حضرتك كده مين؟ في كام؟ يعني ده؟ لا في جارة امريكا الشماليه في الولايات لا المتحده. مش عارف الإجابة دي مش دعوة. كده 5-1. كلهم روسيا واوكرانيا من اهم الاقاليم الصناعيه في العالم بيضم حاجتين عايزاه. قولي ده يا حبيبي. اوكرانيا. انا ما قلتش ماشي بس لا اوكرانيا مش دعوة. ما فيش اوكرانيا والله ما في طيب انا اوكرانيا. بقى. يعني ما شاء الله. انا مش عارف. 5-2 اخر سؤال. اخر سؤال ليها والدول المصدره ليه؟ بالترتيب. قول ده. استنى ما افكر. لا ماليش دعوة. الدول المنتجه يا حبيبتي يلا. يلا عادي. الدول المنتجة الصين واستراليا والدول المصدرة الصين. الصين وايه؟ الصين الاولى سنة ايه؟ من الوجود الصراحة. لا غلط اصلا. الصين الدول واليابان المنتجه صح. استنى اسكت. وين الدول الدول؟ المنتجه ايه؟ المنتجة الصين واستراليا. الصين واستراليا. استراليا مش موجودة أصلا. اصلا طب ايه الصين والولايات؟ لا خلاص عارف. ايه؟ رتبيهم براحتك رتبيهم في الدور وبعدين نقول عشان لا لو قلت ايه؟ نص هو نص 5 ونص 2 ونص. من النتائج المترتبه على حرب اكتوبر 73. ابدا. ها انت بتقول ايه؟ اقول انا بقى تدمير تدمير اي حاجه اقول انا عايز ايه هم 8 بقول لك كل 6 غلط. تدمير الريف وانتهى حرب الرسم وانتهى الامن الاسرائيلي كان ثلاثه وتطور العلاقه بين اسرائيل وده مهم في السلام في اسيا وافريقيا واوروبا وكده وطبعا كفاية. الثمان اول واحده البيت كده ماشي اول واحده اصلا اللي هي سهل. اول كلمه نقطة. نقطه عارفه الاسرائيل كده 5 ونص 3 ونص. كده 5 ونص 3 ونص. شويه معانا اخر سؤال. دل على صحة المرأة ايه؟ شهدت الفترة من عام 1981 موسى لنهوض المرأة. انا بس درجة. ثمان شركات مجلس رقابة النساء. 2 تم تعيين أول عمدة وهي أربعة جدا. ده دلوقتي. ده مش عارف معلش أيوة أنت بتديني واحد صراحة بتديني حتى الآن. ماشي اقول له شيء انا مش عارف تعالى اتفضل. ما هو حفظ خلاص. استاذ كده. تم تعيين أول عمدة إيفا عبيد وفي حاجة تانية. بلاش عمري بقى. يعني مكتوب.